كلمة أغلب الناس بتقولها بس محدش يعرف أصلا هي جاية منين أو هي أصلها إيه أصلا، اللي هي كلمة أحد أحد. بتلاقينا كده بنقولها في رمضان لما حد يبقى عطشان وجعان وهيموت من الجوع ويقعد يقول لك أحد أحد أنا خلاص مش قادر، وإحنا أصلا ما نعرفش هي الكلمة دي أصلا أساسها إيه ومين اللي قالها أصلا. الكلمة دي ليها معنى وموقف وقصة ودلالة، واللي قالها هو أول مؤذن في الإسلام بلال بن رباح. ولد بلال قبل الهجرة بحوالي 43 سنة، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي كان بلال من السابقين في الإسلام، هو أبو بكر وعمار بن ياسر وصهيب الرومي. طبعا هو شاف العذاب اللي شافته المسلمين يعني، بس هو ما شافش أي عذاب، هو شاف عذاب أهبب من العذاب اللي كان المسلمين بياخدوه، لأن للأسف هو كان ساعتها يحسب من الرقيق، فكان في واحد شاريه والراجل ده يعني ما شاء الله كان بيعذبه أسوأ أنواع العذاب اللي ممكن تخطر على بالك وتخطر على بال أي حد في التاريخ. وكانوا بيعذبوه بجد عذاب بشع، يعني عذاب انا مش عارفه اصلا هم عندهم يعني روح اجراميه لهذه الدرجه انهم يعذبوا انسان بالطريقه دي. كانوا يقلعوه كل لبسه ويلبسوه درع حديد، والدرع الحديد ده يروح حاطينه هو بالدرع الحديد في الصحراء، وانت ما بالك بقى صحراء وحرارة الشمس اللي في مكة اصلا، فالحديد ياخد الحرارة والواد بقى يولع، ما هو فعلا هيولع بجد. شوف حتى التفكير، والله قريش دي لا محتاجة تدرس في كيفية عذاب المسلمين، والله بجد. ايه ده تفكير، ده انتوا عباقرة حتى في نوعية العذاب. الله يخرب بيتك يا قريش. وقريش بقى تسكت على كده؟ لا طبعا، هو قريش بتسكت على كده؟ كانوا بيطلبوا منهم ان هم يشتموا على الرسول، وطبعا في منهم من الرقيق اللي كانوا بيتعذبوا مع بلال كانوا فعلا بيشتموا على الرسول، علشان يعني من كتر العذاب اللي بتعذبوه. انت انا لو هقعد اسرد كمية العذاب انت مش هتتخيله، فمن كتر ما العذاب اللي بياخدوه كانوا فعلا بيشتموا على رسول الله. بس الا بلال، بلال فعلا مش شتمش على رسول الله ابدا، وكان يعني بيأبى بكل الطرق. وطبعا كانوا عشان بلال ما بيشتمش على الرسول كانوا يعذبوا فيه اكتر، فبلال يقعد يقول احد احد، وكل ما يضربوه يقول احد احد، ويضربوه اكتر يقولوا احد احد، لحد ما ابو بكر الصديق رضي الله عنه اشترى بلال من الراجل اللي كان بيعذبه ده، وطبعا اشترى بمبلغ كبير جدا جدا لانه مسلم، واكيد الراجل اللي كان بيعذبه عارف ان ابو بكر مسلم، فانا هديك مسلم لمسلم عشان ترحمه من العذاب؟ لا يا اخويا، هدفعك دم قلبك لح عشان تشتريه. رغم كل ده راح أبو بكر فعلا واشتراه بالمبلغ الكبير ده، بل وكمان أعتقه بعد ما اشتراه. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى أول مسجد ليه في المدينة، كان بلال أنسب اختيار إن هو يكون مؤذن في الإسلام، يعني أول مؤذن في الإسلام من الآخر. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان طبعا معاه بلال بن رباح، ولما دخل الكعبة كان الرسول معاه 3 رجال بس، عثمان بن طلحة حامل مفاتيح الكعبة، وأسامة بن زيد حب الرسول، وبلال بن رباح مؤذن الرسول. وطبعا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلع على الكعبة ويقول كلمة التوحيد، وبالفعل ده حصل. ولما ذهب الرسول الرفيق الأعلى وجه وقت الصلاة فطبعا أذن بلال، فلما جه يأذن ووصل عند أشهد أن محمد رسول الله قعد يبكي، كل المدينة أبكت يعني. ساعتها بلال بطل يأذن لفترة طويلة، ما بقاش يأذن يعني لحد ما مات وهو في دمشق. دي مش كل تفاصيل قصة بلال، لأن أنا لو هحكي لك قصة بلال فهي قصة طويلة قوي كلها بجد ألم وفيها كمية عذاب يعني أنت لا تكاد تتصوره بجد. أنا مهما حاول أوصف لك فيه مش هعرف أوصفه لك، حاجة بشعة. ولكن تعالى نقول ان ده كان اختصار القصة بكل بساطة. طبعا انا مش مكفية حق بلال ابدا، يعني انا يعني الموضوع المفروض يبقى اكبر من كده، بس تعالى نقول ان هو ده الاختصار وبس كده، خلصت الحدوتة.